السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتنا لكم جميعا. راح أحاول بهذا الفيديو أتوقع مباريات دور ربع النهائي من كأس العرب. التوقعات راح تكون تقريبا على شكلين، مو كل المباريات، لكن راح نفصل بس بعد ما تشتركوا بالقناة قريبين جدا من حاجز الألف. لكن أتمنى بعد هذا الفيديو الكل يشارك الفيديو، وكل من يشوف هذا الفيديو يشاركنا ويشترك بالقناة، وإن شاء الله مستمرين مع بعض. نبدأ من المباراة الأولى، مباراة سوريا والمغرب. طبعا على الورق ومن بداية البطولة المغرب أحد المرشحين للبطولة، لكن في شوية أمور راح أحكي عن هاي المباراة. منتخب المغرب منتخب يلعب بالصف الثاني وبعد عناصر الصف الثالث للتدريب، لأنه منتخب مشارك متأهل لكأس العالم. المدرب حابب يجرب عناصر لا يشوف تشكيلة وبدلاء مناسبين يخوضوا مباريات كأس العالم، لعل وعسى بهاي العناصر يحقق اللقب. نحكي عن حسب الأداء بدور المجموعات وحسب العناصر الموجودة. منتخب المغرب كجودة أفضل من منتخب سوريا، كأداء وتناغم أفضل من منتخب سوريا، قادر على حسم المباراة. لكن منتخب سوريا منتخب مو قليل أبدا، شفنا أداؤه أمام تونس، أمام قطر، أمام فلسطين، وتأهل للدور الثاني وهو غير مرشح أصلا للتأهل، لكن فاجأ الجميع وتأهل. فالمنتخب السوري أولا غير مطالب باللقب، ثانيا تأهل لهذا الدور طبعا صدم الجميع، لكن الأداء كان يستحق التأهل. فالمنتخب السوري غير مطالب باللقب، غير مطالب أصلا بالدور نصف النهائي، فراح يكون عم يلعب هاي المباراة مثل ما قال المدرب كآخر مباراة لهم، لكن بدون ضغوط، بتركيز عالي. ممكن يلعبون على المرتدات، وبالتالي منتخب المغرب دفاعيا ضعيف، استقبل أهداف بدور المجموعات، أهداف بدائية نوعا ما. فممكن منتخب سوريا يلعب الربع ساعة أو نصف ساعة الأولى دفاعية، لو سنحت له الفرصة بضرب دفاعات المغرب بمرتدة أو مرتدتين، ممكن نشوف تأثير هاي المرتدات على النتيجة، وممكن نشوف انه هاي الافكار خرجت لاعبين المغرب من تركيزهم، وبالتالي راح لبين ما يعيدوا اوراقهم على ارض الملعب ممكن نشوف نتيجة غير. توقع منتخب المغرب راح يضغط من البداية لتسجيل هدف، كون دفاع سوريا بالبطولة ما استقبل اهداف كثير، راح يحاول يضغط من البداية ويكسر دفاعات منتخب سوريا. فممكن هذا الضغط مع مرتدات منتخب سوريا ممكن يعيد حسابات منتخب المغرب، ونشوف نتيجة لصالح منتخب سوريا. أنا حكيت هذا الشيء حسب الأداء بدور المجموعات، لكن هذا الدور مختلف، له حسابات غير. دور من مباراة واحدة، الخاسر يخرج. ممكن منتخب المغرب يدخل بفكرة جديدة، يتحلى بالهدوء. توقعي على الورق ممكن منتخب المغرب يتأهل بضربات الترجيح والأشواط الإضافية، توقعي هذا توقع. لكن التوقع الثاني هو إحساس داخلي أن سوريا راح تساوي شيء بهاي المباراة. المباراة الثانية المباراة الأصعب، فلسطين والسعودية. فلسطين أيضا تأهلت من مجموعة سوريا. فلسطين قادر يأذي أي منتخب بأدائه، أي منتخب عربي ضمن بطولة كأس العرب قادر يأذيه بأدائه. منتخب هادي جدا جدا جدا، ممكن يوصلك 180 دقيقة بدون ما يستقبل أي هدف، وممكن ما يسجل، لكنه هادي. وهذا الهدوء هو اللي أهله للدور الثاني. أيضا لعب أمام تونس، لعب أمام قطر، هذا الهدوء أصلا هو اللي خلاه يفوز على هاي المنتخبات، أو بالأحرى يفوز ويتعادل. هذا الهدوء وصلوا لهذا الدور، فأكيد ما راح يتخلى عن هذا الهدوء بدور يلعب بمباراة واحدة لمدة 90 دقيقة،
اتوقع راح يكون هادي جدا امام منتخب السعوديه، لكن السعوديه بصراحه خط وسط ممتاز، بالاضافه لو تواجد سالم الدوسري. شفته بدور المجموعات لقطات ممتازه جدا، قادر يحسم لك المباراه بلحظه. فاتوقع الاغلبيه للسعوديه، لكن فلسطين راح تقدم مباراه ممتازه، ولو خرجت راح تخرج بشرف. هذا التوقع على الورق، لكن فلسطين راح تقدم الاحساس الداخلي، فلسطين راح تقدم مباراه ممتازه، ولو الاحساس ضبط ممكن ايضا نشوف اشواط اضافيه. هذول المباراتين عندي احساس راح يصير فيهم اشواط اضافيه. منتخب سوريا ومنتخب فلسطين عم قدموا ادوار دفاعيه جدا ممتازه، فبالتالي ممكن يحافظوا على نظافه شباكهم ويوصلوا للاشواط الاضافيه بدون ما يستقبلوا اهداف. هذا مجرد احساس، لكن على الورق حكيت كل شيء. فبننتقل لمباراه الاردن والعراق. مباراه متكرره جدا، تبادل بالنتائج، لكن بالفتره الاخيره منتخب الاردن ما في اي شيء وقفه. المباراة فنيا محسومة لمنتخب الأردن فنيا. أيضا راح تكون مباراة ممتعة جدا، لو الفريقين قدموا كل ما عندهم، المنتخبين قدموا كل ما عندهم، المباراة راح تكون ممتعة جدا. منتخب الأردن مع المدرب مع العناصر الموجودين، حتى كنت بدي أنزل فيديو عن تأهل الأردن لكأس العالم وشو ممكن نقدم، راح ننزله بالفترة القادمة. لكن حاليا موضوعنا مباراة الأردن والعراق. منتخب الأردن ممتاز فنيا، وأي منتخب عربي ممكن يتغلب عليه حتى لو كان خسران، ويعمل ريمونتادات وياخذ النتيجة اللي بده إياها. منتخب الأردن بالفترة الأخيرة أكثر المنتخبات العربية بآسيا تطور، يعني تطور خلال سنتين وثلاث أكثر من تطور منتخب السعودية، أكثر من تطور منتخب قطر. كثير منتخبات تطورت، لكن الأسرع تطور هو منتخب الأردن. وفنيا ممتاز، تناغم ما بين اللاعبين، أداء ثابت، نتائج دائما عم يحقق لك نتائج ممتازة. فالمباراة فنيا محسومة للأردن، أتوقعها 2-1 وتأهل الأردن. لكن ممكن العراق يلعب بمستوى أفضل من اللي لعبه أمام الجزائر ونشوف مباراة غير، لكن التوقع فنيا هو توقع الأردن يفوز على العراق. الجزائر والإمارات، الجزائر عفاني مثل المغرب مثل تونس جاية تلعب بالصف الثاني وعناصر من الصف الثالث حتى يجرب عناصر جديدة، لكن مو فارق معهم الجزائر لا صف ثاني ولا صف ثالث. ممتازين جدا، مدرب عارف يقرأ الخصم، عناصر هجومية ممتازة. خط الوسط ياسين الإبراهيمي فنان بكل ما تعني الكلمة. ياسين الإبراهيمي تابعته من زمان وتابعت أداؤه. تينامو منتخب الجزائر هو ياسين الإبراهيمي، ودائما الكرات أثناء البناء من الخلف دائما لازم تمر بياسين الإبراهيمي قبل ما توصل للهجوم. منتخب الجزائر ما بيلعب أي كرات طويلة، دائما ياسين الإبراهيمي هو دينامو منتخب الجزائر، صانع الألعاب، هو اللي بيتحكم برتم المباراة لو انخفض، وهو اللي بيرفع رتم المباراة. دائما القائد بأرض الملعب ياسين الإبراهيمي. لو منتخب الإمارات عنده خط وسط قادر يوقف ياسين الإبراهيمي، فمنتخب الإمارات قادر يوقف منتخب الجزائر. طبعا أكيد في عناصر مع ياسين الإبراهيمي، لكن مثل ما قلت عقل مدبر ودينامو محرك للمنتخب الجزائري. بهاي البطولة قدم أشياء ممتازة بغض النظر إذا ما كان عنده أسيست أو أهداف، لكن طبعا بمباراة الجزائر والعراق كان له أسيست، لكن حتى لو ما كان له بغض النظر عن الصناعة، فهو له أدوار تكتيكية ممتازة بقراءة الملعب وقراءة الخصم وتحريك وخفض ورفع رتم المباراة. فمنتخب الإمارات لو قادر يوقف خط وسط الجزائر بشكل عام، فالإمارات راح تتغلب على منتخب الجزائر
فنيا الجزائر بصراحة مستوى أعلى، جودة اللاعبين أعلى من منتخب الإمارات، والجزائر أتوقع 3-1 للجزائر وتأهل الجزائر. فهاي التوقعات بشكل عام. سوريا والمغرب مباراة ممتازة، سوريا بتلعب دفاع، وممكن نشوف توصل لنهاية المباراة وركلات ترجيح. منتخب المغرب ممكن يتأهل بركلات ترجيح، لكن إحساس داخلي أو هي عاطفة، منتخب السورية ممكن نشوفه بالدور القادم. مباراة فلسطين والسعودية، أداء ممتاز من فلسطين، تطور من منتخب السعودية. أيضا ممكن منتخب فلسطين يجبر السعودية على لعب أشواط إضافية، لكن مع تأهل السعودية. الأردن والعراق، تأهل الأردن أعلى فنيا حاليا بالفترة الحالية من العراق، رغم أنه منتخب العراق ممتاز، لكن تأهل الأردن. الجزائر والإمارات محسومة للجزائر. هاي توقعاتي بشكل عام. التوقعات ممكن تصيب ممكن تخيب، هاي كرة قدم، تحدث فيها أشياء، جزئيات صغيرة، ركلة جزاء، طرد لاعب، قرار حكم خاطئ، ممكن تحدث فيها أي شيء. التوقعات ما هي مبنية على علم معين، هي مجرد توقعات حسب أداء، حسب نظرة معينة. فهذا توقعي، أتمنى تتقبلوه، وأشوفكم فيديوهات جديدة. لا تنسوا الاشتراك والتعليق، وتشوفونا آراءكم وتوقعاتكم للدور ربع النهائي من كأس العرب. نشوفكم بفيديوهات جديدة.